الله يا ربي رحماني نصر ديني سكجلون كجلماني نكجلشي مهندماني الله يا ربي رحماني نصر ديني سكجلون كجلماني نكجلشي مهندماني الله يا ربي رحماني نصر ديني سكجلون كجلماني نكجلشي مهندماني الله يا ربي رحماني نصر ديني سكجلون كجلماني نكجل شيم هندماني سكجلا نتي إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال. أما بعد وبعد، فالعلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خير الخلق له، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر منه، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. دوب كتابك إنك الرجل قبنو بكين الرجل قبنو. أما بعد، بكا جبت الرجل قبنا جتشا. أما بعد تني ضمت يو قراني فتحت اللين قرامتي كسرت اللين قرامتي يعني، لكن أما بعد ذلك أنا ضمت قرأوتيو، هذا هو المستخدم كثيرا بتتويو الرفيدمة، أي بعدما ذكر من حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان وان أسين بودة أفو دبتشو الأف ديما جتشو. أمان أكما بيكمو هذه حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، يعني معنى إسي مهما يكون من شيء، أصل إسي أمان قفتي مهما يكون من شيء. بعد أمو ظرفيوتاتو ولي قالت أما بعد جتشاتنا فدون هي سنة يستحب الإتيان بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. أما بعد تمام، يستحب الإتيان بها، وهي كلمة يؤتى بها للشروع في المقصود، مقصودة بربادا سنتسين وداف كلمة في دمتو، وهي تفصل بين المقدمة وصلب الموضوع. أما بعد ما الندل الدريقة فكان تفصل ماذا بين المقدمة وصلب الموضوع، وهي كما قلنا مستحبة، يعني يستحب الاتيان بها في المكاتبات. هذا اقتداء بمن؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في أول من قالها. أما بعد يعني وإن كنتم كبارا اصبروا علينا، متن برتنيس صغيرة وان تاتف، اعتبروا أنفسكم صغار الطلبة. تمام. هكذا كتاب بداية روانجل كباجرو لابد، وأنا كنا قرتني بداية مرة قرانا. بارك الله فيكم. هذا الكتاب أولا قبل أن أدخل في الموضوع نسيت شيئا. أبا كتابة مكان سائر نجنيش. من هو صاحب الكتاب؟ البعلي، نسبة إلى بعل بكة. هو عبد الرحمن البعلي، نسبة إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى بعل بكة. هذه بعل بكة قرية في لبنان. أنت إذا كنت تنسب إلى مركب مزجي، بعل بكة مركب مزجي لما يو مركب أكنا كانت نما وهي نسبة قران مقطع ما أولا سنت نسبة قران ملي مقطع آخرة هنديسا. تمام. فكينيا كلمة بعل بكة مركب من ماذا؟ من بعل وبكة. لما كان الراء والتي تفتجد جارا فكان نمت كيو نسبة قرو برباد تنسبه إلى المقطع الأول منها، تقول بعلي. هكذا طريقة اللغويين في نسبة الشخص إلى المركب المزجي. بارك الله فيكم. إذن بعل بكة قرية في لبنان جن ججارة. لم يكن عالم وفقيه وأصولي ألف هذا الكتاب للمبتدئين كما تكلمنا قبل هذا. طيب، أما بعد، من أول من نطق بها؟ أول لنا في دبته، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب، وقيل يعرب، وقيل السحبان أو سحبان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قص بن ساعدة. هناك بيت نظمت لهذا الغرض، وهي جرى الخلف أما بعد من كان قائلا.
بها 5 أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقص فسحبان فكعب فيعرب. بيتي تنكيست نما أول جدي في نما آخر جدي ترتيبان كايم. ولكن رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أول من قالها داود عليه السلام، والأقرب أن أول من قال أو من تكلم بهذه الكلمة هو داود عليه السلام. جدي في رجح سي نظمي كيست الله اسمه ترجح ميتني بهجة. بارك الله فيكم. إذن أما بعد إرجع جدي سيبود مال التأنس فقد استخرت الله استخار رب قافت له مال كيست في جمع مختصر مفيد، يعني طلبت من الله سبحانه وتعالى الخيرة في أمري في جمع مختصر مفيد. ما هو المختصر؟ أولا الاختصارات أيها الأحباب تنقسم إلى قسمين، اختصاران تنقسم إلى قسمين. أحدها أن يكون للمختصر أصل يختصر منه، تمام؟ فمثلا متن زاد المستقنع وما إلى ذلك كأكنا كنين له أصل اختصر منه. والشيء الثاني أن يكون مختصرا لا من أصل وإنما من مجموع الكتب، انتقى المختصر من جميع المتون أو من جميع الكتب وأتى بهذا المختصر المفيد. إذن طريقة الاختصار كم يا شباب؟ طريقتان. الأولى أن يكون المختصر من أصل يختصر منه، والثانية أن يكون مختصرا لا من أصل وإنما من مجموع الكتب، تمام؟ مجموع كتبه، وهذا منه كتاب لكي نكون لما فاتني الرأي مختصرا ويتجد وهي الرأي اختصارا قول هو لاحظ ما لاليتي لفظ مكان لاليتي لفظ نساء مختصرة جتما لاليتي ملي مجموع كتب الرأي اختصارا قول ملي أصلي وهي أباتي كأصلي سن الرأي اختصارا قول تمام؟ طيب. والمختصر هو قليل ما قل لفظه وكثر معناه. مختصر جدتم ما قل لفظه وكثر معناه إسام مختصر جدني. لماذا يختصرون الكتب؟ ما لف كتاب اختصار قل علماء يوجن له بارك الله فيكم. يختصرون الكتب ليحفظ ويفهم. أو لماذا يختصرون الكتب؟ كتاب مالف اختصار قرآن كان أمو مالف مبسوط قرآني بل يوجدن يختصرون ليحفظ ويبسطون الكتاب ليفهم. فهموا مبسوطة أو أولادا، حفظوا مختصرة يؤر أولادا. طيب. إذن مختصر فايدة قبجتها كان فبان كتاب ما جدره في جمع مختصر مفيد. مختصر مفيد مفيدين كوني صفة مختصرة سنيتي مختصر مفيد كته كبؤاقبه إنه بؤاقبه. إذن وصف مختصره بالمفيد مقتصرا فيه على العبادات، بيان أحكام عبادة قفرت قبابت ليننجر إنه وان إلا لينو هميتي ننجر إلا مالي في جنان ترغيبا للمريد يعني المتعبد نما عبادة قدو مريد جتون نما عبادة ربي قدو الذي يريد بأعماله وجه الله ورضاه، الذي يريد بأعماله وجه الله ورضاه فجعل ربي برباد مريد جرانين. إذن إلا أن فيه مالي ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. أقسم طالب علمي تلي تقريبا قدوه علمي مستفيد نستت معناه طالب العلم. مال كيفت في الفقه أو في فقه الإمام أي في فقه مذهب الإمام. إمام جتون هو المقتدى به. الإمام معناه المقتدى به كان من ابتلتي جلديمه. الإمام المبجل أي المعظم. إمام نسوني المبجل كبجماكته أبي عبد الله كنيا إساتي أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني هذه قبيلة معروفة، قبيلة معروفة في ست إركفما إمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب. وأن يكن جروه مذهب إن الرتكاهته مذهب إمام أحمد وانتهى إمام أحمد بجتجر كان جئي قفامت وان لالو قبنه يو مذهب إمام أحمد رتك أرانا جنه معناه أنه قواعد إساتي في أصول إساء الرتكاه مجد عمله يوكا أقوال إساء الرا وأنفر تمفا الرتكاه ميتنين جد عمله كل نسيته أقوال إمام أحمد جد عمت. تفهموا هذا؟
مذهب الشافعي مذهب حنابلة مذهب مالي وتتجنو كان جتش أسكيست أم يكون هندنو مذهب أنه جتشما إمام أحمد جتشامت أصول إسارة أبتني مسألة سنرت مراني علماءني تتبع قراني أقوال إساء الرت كاهن جتشامله وليس معناه أن هذا الكتاب هو قول الإمام أحمد جتشامت بارك الله فيكم. طيب وسميته بداية العابد مقاعد مقاته بداية العابد جدي هذا الكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد جدي مقاعد تباسي جدي بداية العابد. العابد هو الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى وكفاية الزاهد. الزاهد هو الذي يزهد في الازدياد أو في زيادة العلم زيادة علمي إرى زهد يوغلو بربادي كتابك نرت لك بابت يكفيه هذا الكتاب جدا. إذا كتاب في جاجر ربان كتابه. وكفاية الزاهد. الزاهد هنا بكلمة تفسر إما علمي برو دبلت شورا كزهدي كبو جنان علمي برو رزهدي يوغو كتابك نرت لك بابت يكفيك هذا الكتاب. هذا معنى الأول. المعنى الثاني الزاهد الذي يزهد عن ما يشغله عن عبادة الله. عبادة ربي الروان سشاغل الرازودي قده يتجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كعبادة ربي قفتك بابته. هذا هو الزاهد. هذا هو الزاهد لما كانت فالسرمودا بارك الله فيكم. ومن الله تعالى أما كن حصري فكنا ومن الله تعالى رب مكي الرّ أرتجي له أي لهذا الكتاب كناف خجيل القبول أقل كيبلم والنفع لكل من اشتغل به من سائل أي طالب علم أو المستفتي مسؤول لما مفتي لا نما براتوه كبر سيسوه اللي ربي كي يكرت أمال النفع أقرب إسان فيدو إنه أكرم مأمول. ونرجو أن تصيبنا دعوته إن شاء الله تعالى لأننا نشتغل بهذا الكتاب. أولا المصنف رحمه الله تعالى بين طريقته ومنهجه طريقة تألفوا فيه منهجه فيه وذلك في أشياء واحد كيستي بين في طريق إساته في منهج إسا بين ما يجدمه. أولا فقال أنه يؤلف مختصر اللفاجد. إذن مختصر منهج إساتي طريقة أن تألفوا برباد. وثانيا اقتصر على العبادات فقط عبادات وفرت كبابة لأن الفقه فقهنتني بكميكت قودم تجن أصدر بكابو ما نتنا عبر لغة عرباتي نعبر يكن جلت يا صاحب الدجاج خلي صاحب الدجاج عبر يا شيخ من هو تفضل شيخ محمد أمين عبر ايه عبر تفضل شيخ محمد. ينقسم تدبدك أحسنت هكذا يا شيخ هكذا أحسنت بارك الله فيك. إذن الفقه تنقسم إلى أرباع. الربع الأول هو ربع العبادات كناف أبان كتابة ما لرتق بابتش بربادره العبادات ويتجن إلى كم تنقسم العبادات يا محمد عبد الرحمن؟ العبادات ما هي؟ عبر عنها. أنا ما قلت تعريف الجنة كيف نعبر أكفكه قرانه تنقسم إلى كم أو أنواع العبادات ما هي؟ ربع عبادة عبادة الصلاة وعبادة الزكاة وعبادة الحج وعبادة الصوم. طيب أفرنكنا أما بان كتابة أفرنكنا قبرت جبابتش بربادي بيّن أنه يقتصر على ماذا؟ على العبادات فقط. لما أن هذا الكتاب مال رتك أحمد في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر سبب تأليفه سبب كتابك أنا ألفه في الليل نودبتي تنجره مالي ونني ألفه لكي ينتفع به المريد وكذلك ينتفع به طالب العلم لما نكون أتفيد مني في جدي. سؤال فقد استخرت الله جدي استخاران هل هي للأشياء المستحبة؟ لا هل هي للمتردد أم للمتيقن؟ سلا أكنوا يا نتي للمتردد للمتردد نتفقت وليس الأمر كذلك. الاستخارة يا شباب تكون لغير المتردد ما لبنا تكون تردد ويتون قبو
حتى لو قطعت بالشيء أتقرتني بدون تردد ليجرات تستخير الله على ذلك، لأنه طلب الخيرة يعني خيار الأمرين من الله سبحانه وتعالى. ثم تأليف هذا المتن بحد ذاته متما نساته متن كان ألفون خيري له، وأن خيري هجته كيستي لماذا يستخير الله؟ ما لي استخارة رب قابة طاعة كيست استخارة نتات يون جدا أقمت الراجوابنا يوك جن نساته جوابني أنه لا يستخير الله في أصل المتن، أصل متن كناك هرت أدونتانه، وإنما يستخير الله في طريقة تأليفه، تمام؟ أو في توقيت إساء يوكا طريقة تأليف إساء كان رت قرتني استخارة قد أجر ملي لا في أصل يعني الطاعة ما لي متن كناك نما في دون متان ساتوجو وأن طاعته جدا. بارك الله فيكم. إذن سأل الله سبحانه وتعالى لكل من اشتغل بهذا العلم بالتدريس والدراسة ونحو ذلك، فقال يعني من سائل ومسؤول، يعني من عالم ومتعلم، إنه أكرم مأمول، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تصيبنا دعوته. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. اقرأ يا شيخ. قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. تجد أولا ما معنى كتاب جد ما نويو ما ليوجد يعني لابد من أن نعرفه. هذا في اللغة الجمع والضم، الجمع والضم. يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، يعني ومنه الكتيبة أي جماعة الخيل. لماذا سمي الكتاب كتابا يون جدا؟ هو لأنه يجمع حرفا إلى حرف ويجمع أبوابا وفصولا. تنافي كتابا جدا. كتاب نكوني أمور حسية في أمور معنوية رتلين لبتنا. أمور حسيان أكا تكتبت بنو فلان جنثني يولك بنت. أمور معنويان كما هنا، أو أن هذا نفسه أمور حسيات، لأننا نكتب حرفا ونضيف إليه حرفا فيكون كتابة هاجرا. هذا كتاب جدًا كن هذا من المصادر السيالة. يعني ما معنى مصادر السيالة يون جدًا؟ يعني التي توجد شيئا فشيئا. عندما تكتب كتاب ويتكتب دوكمنت أرقم سيفتات، تضيف كلمة إلى كلمة ثم كلمة إلى كلمة وهكذا. مصادر سيالة جدًا أكثر. إذن الكتاب كتاب جدًا كن هذا اسم جنسي جدًا. اسم جنسي مالي لجنس الأحكام ونحوها الذي يشتمل على أبواب مختلفة. أبواب الدوه جلت كأمته إسان كتاب جدا. فمثلا كتاب طهارة يكون توقف النتاتي أبواب ميقف جلت كبت أبواب هدو. فمثلا أبواب المياه وأبواب الآنية وأبواب إزالة النجاسة والوضوء والغسل كنين جلت أمته. إذن كتابني يشتمل على أبواب عدة. طيب أبان كتابة ويتكتاب جلو كتاب الطهارة جدي أبواب الدوه جلت أمته إسامال بين. بعد ذلك لا يذكر إلا كتاب الصلاة. كتاب الصلاة عمله التنبود النبت وأن الجدو كان جرون دنويو كتاب ما كان جلت رمضان تجتا. كناف الجمع ويتجنو يتكي نكوني الرد دبة مجدو. بارك الله فيكم. هنا مسألة لابد أن أسأل عنها. لماذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة قبل أن أدخل في تعريف الطهارة؟ طهارة دونسين طهارة مانو ما جل كبيو جنة. تقريبا أذكر 5 أشياء وعشان إذن دبتوا الأخيار إن شاء الله. أولا أنها مفتاح الصلاة، والصلاة أحد آكد أركان الإسلام بعد شهادتين. كثير مثيرة. طيب وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم على ماذا؟ على المشروط. تندر درفما كناف هذا. وبهذا أقول أنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. أنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. وضع التلي دور دبروتو يدر كمتها. هذا هو الأول. والشيء الثاني أن الصلاة لا تقبل بغير ماذا؟ بغير طهارة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أول كتابه. طيب ثالثا أن الطهارة آكد شروط الصلاة. شروط الصلاة كيسا التي يطالب بها المكلف عند إرادة الصلاة طهارة وان تاتب طهارة در درسيني. رابعا أنها تخلية
تخلية جت مالي ما معنى تخلية وانتك قل لا قروا إذن هنا أقول التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية وهذا رابعها وأما خامسها بارك الله فيكم اتباعا لسنة المصنفين المصنفون في الفقه رحمهم الله تعالى يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة وقوله رحمه الله تعالى الطهارة طهاران ما إني ينجد فعلي دمو نتيجة يجن طهاران نتيجة فعلين تطهر أتي عندما تتوضأ وعندما تتيمم وعندما تفعل هذه الأشياء نتيجة سيمالي له طهاران نتيجة جتة طهارة جتة لغات النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية هذه لغات نجس حسيين كأكمي كالغائط والنخامة وغير ذلك وانت كنا كنين أقدار جنان نجاسات دونتين أقدار جتة تير عمما أقدار حسية في أقدار معنوية يوكان نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية اللي عبرون مدن ديننا طيب طهاران بكلمة قودمتي طهارة معنوية وطهارة حسية والطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الأدران كالشرك والحسد والبدع وأمراض القلب أن نرى قل لهم طهارة معنوية يجرموا طهارة لما طهارة حسية وهي ارتفاع الحدث كأبان كتابة تعريف التنقل خنا ما الجديد تعريف يقول ارتفاع الحدث عبر بالارتفاع زوالا نعبر رلال ارتفاع الحدث وزوال الخبث بكلمة الدنباز كحدث ارتفاع جدين كخبث أمو زوال جدين دبي جبدو ججار عبر بارتفاع الحدث لأنه معنوي يحتاج إلى نية والحدث هو الوصف القائم بالبدن نمكن تقويو بولي سيني بولي الرابي يو خغائط سيني غائط الرابي مال جنان نمكنان محدث جنان عليه حدث الرجل جنان أكنامتي هل يرى هذا الحدث مثلا محمد هذا عليه حدث من همام سيني بولي قولي بي وعبد الله هذا متطهر وضوء قولي تا جرى لمن كان يولا مال الدم بابنا هذا محدث وهذا غير محدث جن مال الدم بين إن بكم إذن كناف حدث جت هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها هو الوصف القائم بالبدن والنسو يوسف رتي أرقمي قائم بالبدن ماذا يفعل؟ يمنعك من الصلاة ويمنعك من الطواف ويمنعك من قراءة القرآن وأنسلا إسافبر باكي سرى سيدورغا كنافي وصفي جدني إسا عبرا جتشا بارك الله فيكم وأن طهارا شرطي تاتو في الرأ نما دورغا أو ما تجب له الطهارة كمسح المصحف ما تجب له الطهارة ثم قال وزوال الخبث زوالا عبر بالزوال لأنه جرمي لو أن ملأته وأن أرقموا وأن بكبيكم قال فكان كوني لا يحتاج إزالته إلى نية وقد تزول بلا نية مثلا أنت جرم نجاسة يوكا خبثها سر جراتي ووقفت تحت الماء أو جاء عليك المطر بدون قصدي كي تم لي يروم نستروبي ونسنجي ديمي خلاص زال الخبث وحصلت الطهارة طهاران أرقمتيج تنجد بارك الله فيكم إذن وزوال الخبث جت واني عبريه مالي في جنة لأنه جرم وقد تزول بلا نية خبث نكوني نجس ويتجن هي أمور حسية أمرت الشريعة بماذا؟ الرافقات لا جت شريعان أجج وأن شريعان الرافقات لا جت تويو خبيث جنان جت بارك الله فيكم والخبث كما قلنا هو النجاسة والنجاسة هي عين مستقذرة النجاسة عين مستقذرة شرعا حسيا ودونتاني شرعيا لالا مالي وننتي وهلا لكم باسين كن مالي شريعة كون كطبيعي طبيعا تيوان تكجبته هذا قرتني النجيسة جتون دندت طبيعة ما كيت تسجب مالي لكن كشريعان الراها سهاجر أما نجيس نكوني عين مستقذرة شرعا
أمرت الشريعة بإزالته. إذن فغسل النجاسة يسمى هذا طهارة. عمليا غسل لا طهارة أدنتان النتيجة إسيتويو طهارة جدا مجد. بارك الله فيكم. تمام. طيب مسألة. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. بين المؤلف هنا أن المياه باعتبار ما تتنوع كرا تنوع في يولا له يعني تقسيمات قبل تقسيمان ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا التقسيم للمياه والمذهب، مذهب شافعياتي فيه، مذهب حنابلاتي فيه، مذهب مالكيات ليس ديكنا. وأما مذهب حنفية الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. لما مكانت قودما مذهبني سدين أمو مياهني سديت قودما: طهوري طاهري في نجس مكانت قودما. بارك الله فيكم. تمام. اتئانسي مال جدي. فالطهور طهور كجنون هذا هو القسم الأول. بيانة سينجرا طهوري وهو الباقي على خلقته، يعني كأكم رب إسأومت تجر على الصفة التي خلق عليها، إما حقيقة أو حكما. هو الباقي على خلقته ويتجن، سواء نزل من الماء من السماء أو نبع من الأرض. سلا ترتيب نساء وسهدت قودما موجزة يقولوا برباد، إما أو نزل من السماء أو نبع من الأرض. جنة لما نمكنت تجيسنا كنبع من الأرض كانت أقسامه الدوقبة. فمثلا ماء العين، ماء البحر، ماء النهر جلني أقسمت أدان قودا جتشا. على كل حال بشان سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، إذا بقي على خلقته وعلى ما خلق الله عليه صفة الريوجرات على أي صفة كان، صفة ومرت يوجرات ماء طهور جنان. هذا لتشاهل ها قرة تشاهل ها ديما تقول أقوم ربي سأمت يوجرات تات وإن لم يتغير باردته ملوحة قباته. هذا حسيا أو حكما يوكا حكميدان. حكمين طرى عليه شيء لا يسلب الطهورية وننهار وتتلفه كطهور ما إساسا الرامفون. فمثلا كالذي تغير بغير ممازج يجو وان التلاق أمنين وان طهورا وان التلاق أمنين يوكا تجيجير متاته طهور ما إساسا وان الرامفون ماء طاهر جتشوني دندينا. طيب ما حكم هذا الماء الطهور؟ حكمه أنه طهور في نفسه مطهر لغيره، وفي إساءة لطهور ويطهر غيره. يا سلام. إيسار قنتنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء بحري كيسة رسول ربي مال جرنين صحابان إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا جنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هذا هو الشاهد. وتن جتسان شاهدته: هو الطهور ماؤه الحل ميتته كرسول ربي جدا سني. طيب ما حكمه من ناحية الاستعمال؟ حكم إساء بالرجر ناحية استعمالات حكم إساء. ما حكمه أنه يجوز استعماله مع طهور كان مطلقا، يعني في رفع الحدث وإزالة الخبث وغير ذلك. أما واميق دبة استيتي تقفى أنه يرفع الحدث. تمام. يجوز استعماله مطلقا ويتجن. هذه إشارة إلى أن له عدة أحكام. مطلقا كلمان كان يعرف مذهب كيستي هناك شيء، والصحيح والراجح جتشو اللي يعرفته وأنبروت تجرى جتشو بيكوك أمنا جتشو. بارك الله فيكم. تمام. يجوز استعماله مطلقا ويتجن، يعني في سائر الاستعمالات. هذا بإجماع العلماء. يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وفي زوال الخبث وفي الأكل والشرب. مرت فيدمو ندندين بشان طهور كان وميقف فيدمنا جتشو يساعد أما كأني دبت. يجوز استعماله مطلقا حقنا جدين دبا، لكن أتأسر كافته أحكام جلت رمدتشو دنديتا. والقسم الثاني من أقسام المياه هو الطاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. مالي في جنان لأنه ليس بماء
مطلق هذا مع مطلق وان انتهيني طاهر صدركان إساء قد بؤاجج كما لو تغير كثير من لونه أو ريحه أو طعمه مثلا بحبرة أو زعفران وهي كيسب إيه يو كانان كجيجير متات أو لبن يو كانان تدبرمي كان يو كجيجير متات هل آنان كيسب إيه جيجيرون كوني بشان طهوري مرّاهم إن باسا إيه طهوري مرّا باسه غير طاهرتي قد هي سجنان غير طاهرتي قد هي سجنان بارك الله فيكم بشان كوني ولا منهمو دندين ولا منهمو دندين الماء المطلق والماء المقيد تمام الماء المطلق كجنون طهوري الماء المقيد كجنونه ما جدا أنتم معي ماء الماء المقيد نقيده بشيء ماء كذا وماء كذا ماء الزعفران وماء الليمون وماء كذا كجنون كان إنك أيني كان طاهر كوني ماء طاهر كجنون كوني أيدين التجارات جورا ماء مطلق سني يوك أيدين التجارات اللي أيدين سن أيدي منفك يوتاتي أيدي منفك يوتاتي ركون قبو القيد المنفك مثلا أن تقول ماء البئر ماء النهر ماء الكوب ماء القارورة قافة جتة كوني قيدي ده لكن قيدين كوني منفك مو قيد اللازم قيد المنفك فيه قيد اللازم تجرى قيد اللازم كجنون ماء البيبسي ماء الليمون ماء شاي نما بشان لكن ماء العصير كنين قيدي لازمة كيسان غرغر هنباني كأكنا كوني أحكام النساء يو نجسن تين طاهر تقلا وأما قيدي منفك يو تاتيو كوسن وانسن أتشيباب تقيدين سن الراهبو ماء البئر يو جنة أعطيني من ماء البئر يو سنجري أما قيدي كم يكون قيدي لازم أما قيدي منفكين منفكين يو بئري سنكيس سابه هل تقول له ماء البئر لا لا تقول له فوري أتشي بئري الرابه كبايات تكجامي ما يجتم مشان كبايا كيس يروحنا أعطيني ماء البئر يتمو أعطيني مشان كوبي كيس يريد جت أتشي به إيجا به جري كيدين سمال تاتي الراب انفكت عنه سن تقرير قرودة في سنغافة طيب ماء طاهرين هو ما حكمه من ناحية الاستعمال يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث كالأكل والشرب لكن ما لنفي النري لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث كيف نعرف أنه ماء طاهر أكمت بين ماء طاهر تويسا أكاتا نتبينه بتغيره بشيء طاهر وأن طاهرته يوكا ججير متات أكشاي يوكا ون وهي لبن الربوئي يوكا ججير متات إذا تغير بشيء طاهر ما الجنان بشان سنين هذا ماء طاهر جتوني دندين وأما إذا تغير بشيء نجس وأن نجسات يوججير مهو حكم نساء قد فاجر كان القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس نجس ما تغير بنجاسة يعني نجس قليلا كانت أو كثيرة قدو تاتي قد قيسايقا قدو تاتو في غير محل تطهير بوتان جبدن بكتنا كنو في غير محل تطهير جتون بشام محل طهارة قد آجر ترجر ملي جتشا بشام فوتي محل طهارة جرورت محل طهار ساجر ترجرو ودو محل سن طهار ساجرتو ما النجس جتون حق أجر به بكتي محل سنيتين غرغر بهت يو محل سنين غرغر به حكم إساء الدت لله هل تغير أم زاد وزنه كان لله إذا تغير لونه أو ريحه كأجر به أو زاد وزن إساء يخدبل تاته قاف كان ماء النجس مجنان تمام حال إدارة قد أجر محل طهارة سنرة لا نحكم عليه بالنجاسة كان في غير محل تطهير جديتنين بكتنا فدي بارك الله فيكم تمام كناف أما بشان نجسها بشان ماليدا ما تغير بنجاسة نجسة قليلة كانت أو قليلا كانت أو كثيرة والماء كذلك قليلا كان أو كثيرا بشان اللي قداته تكاته نجسة اللي تكوتاته قدوتاته يو بشان سن ججيرته مال ججيرته وسدي كيساتك سدي ولك أبامون شرطيمت سدي كيساتك اللون والريح وماذا والطعم كان مال بينه في الوضوء وضوء والتوضأ أنه كم قونا أولا
حركتك جنة حركتك جنة كثيمتي مويسين استنشاق مقوتا أول حركتك جنة ويتحركتك جنة كان مالي لا جرة إجال لا جرة هل تغير أم لا طيب استنشاق قونا واستنشاق قونا مال لا جرة ريح يسال لا جرة ويتفهم مضمضا قونا هما لا جرة طعمي لا جرة لسه ما دخلنا في الواجب واجب التنسين واجب وضوءات واجبني وضوء الراجل قبا فولا ركعت الراجل قبا يو بشان كوني تغير ترقم وان سدي لالين كان مرين كان أجمت ليفنا جدا إذا قلنا أن المضمة والاستنشاق سنة في الوضوء يو خجنتات تمام طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بشان قليل يوتا في كثير يوتا يوجد جيرمي ولكن إذا كان الماء قليلا أستيت قدام بابنه يو قليلة هيجد مجرد وقوع النجاسة فيه مجرد من الجسم كيس بؤوت ينجس وإن لم يتغير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا هناك مسألة براتها في بالك نتنجرتي نرجع إليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وأفتح لكم مجال سؤال إسني بنا أما مناقشة ولنقونا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم كان مالم حكم بشان نجسة يحرم استعماله مطلقا يعني في العبادات كالغسل والوضوء وغيرها تمام ولو لم يوجد غيره حتى كبير اللي يوكن انجر النتات لماذا قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث لكن استثناء كيسافون يجرى إلا لضرورة يو ضرورة جرات ما هي الضرورة رجل غص بشيء وانياته مقريسا كما مكم فو وهي ارغته كوغل غص يا جماعه شيء طيب بيرا دغه غص مال غوت ليس هناك ماء الا حركه او ماء النجس ايهما يختار بشان ما كان اساتو ير اخفي دسبا بشان ما نجسا كان فرته مال غودا يدفع بها بشان سنين في الراقدي قد يبوس جتشا لأن الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات طيب ما الفرق بين الماء القليل والماء الكثير؟ فقال رحمه الله تعالى والكثير قلتان إذا أطلق الماء الكثير يوجن قلتان فأكثر أكدت جوابني علماء فقهاء أكنا قلتان فأكثر جرمالي قلتان كفجرنين قبابة قلتان فأكثر طيب واليسير وما هو الماء القليل أو اليسير ما دونهما يعني ما دون القلتين وهما قلتان 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي أما كني يرو أما نجر رطلي في مال كني نجر أما وإنما لا مال إما بالكيلو أو باللتر هذه كلها معايير قديمة رطلي مالي يعني نكون هندن معايير قديمة ولكن أكا كيلو تيودي في كيلو هجم جنانين كيلو إبة كوفي جرس قلتمي لما وإما كيلو 200 كيلو يوكا 200 لتر إبة لما يوكا إبة لما رواتي قوة دبوء يعني هذا هو الماء الكثير طيب بالدمشقي جدي إيه إبة لما كيلو إبة لما لتر اللي سنما كيلو إبة فقلتمي وهي لتر إبة لما جان إبة قرين نيرسا شيكني فكر قرانه دبل مره سغلتمي وهتي غدي سغلتمي سديفا جدا يرو غري على كل حال لكم دبل ما قدوتو يو ار اولاد يي تمام اما سرتي وني اني اسني يادچيسو برباده بالدمشقي يجدي لكن امام احمد والبغدادي استت امو وان دمشق دبته مال بدا مال جتن ايه يالا ايه نمني براك هيا لجرا احسنت يا شيخ كبيرة ما جتن وان دمشقان عبريف يرو سنتي وانتون يكونين كتفيد من كبية سنيتي جدان كبية سنيتي يرو سنتي كتفيد من كون اللي أدما جراته على كل حال هذا معرفان لا يضر مالي في جنانين يرو أما واني أكثين جرو
كلين الدنياتو إما باللتر أو بالكيلو وان فيدمتو جيتشا أكدت الآبة إن شاء الله تعالى وشكرا لكم بارك الله فيكم أما فائدان نتي قبل فائدان أخيرة أن الماء القليل لا سني باب الذات باب الإناء